الرحيم. هنعمل مع بعض وصفة النهاردة أجنحة فراخ بتتبيلة مميزة جدا وكمان معاها صوص تحفة. أنا هقول بسم الله على طول في الوصفة. هبتدي في المنكهات. عندي ملح حسب الرغبة وكزبرة وفلفل اسود وكركم وبابريكا وجنزبيل وكمان بصل بودر، عليهم معلقة كبيرة مستردة، كمان معلقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون المتاح بالنسبة لك، وكمان معلقة توم مفروم كبيرة. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض. انا عندي غسله الاجنحه كويس بالملح والخل والدقيق ومصفياهم كويس. التتبيله دي تمشي مع اي جزء من الفرخه، مش شرط اجنحه، بس طبعا عشان الاسعار المبالغ فيها الايام دي فهي المتاحه بالنسبه لنا الاجنحه. لو انتي مستعجله عليها ممكن تشتغلي فيها بعد ساعتين 3، بس انا بالنسبه لي هسيبها كده في التتبيله من بالليل للصبح، وبعد كده نقول لكم نسويها ازاي ونعمل الصوص بتاعها كمان ازاي. ليله كامله في التتبيله. هبتدي بقى اعفرها. عندي هنا دقيق ونشا وكل البهارات اللي انا حطيتها على الفراخ، بابريكا وجنزبيل وتوم بودره وبصل بودره ورشه فلفل اسود وكزبره ناشفه. هقلبهم كده مع بعض وابتدي اعفر بقى الاجنحه عندي. وفي الاثناء ديت انا كمان حاطه زيت سخن على النار عشان يقدح على بال ما بدرها. هبتدي بقى اعفرها كده بالطريقه دي. هعملها كلها بقى بالكميه دي. الزيت لازم يكون سخن جدا وفي نفس الوقت وقت ما يقدح نهدي النار عليه تبقى وسط. هبتدي كده اسقطها وعلى بال ما تتحمر وتاخد لون نجهز الصوص اللي هنسقطه فيها. بعد ما تاخد لون نجهز بقى خلطة الصوص. عندي هنا مكعب زبدة في فص مستكة، سيبه بس كده يسيح دقيقة. هنزل عليهم بفصين توم مفرومين، عايزاهم بس يطلعوا ريحة، مش عايزاهم ياخدوا لون قوي. خد عندي لون دهبي فاتح. هنزل بمعلقه كبيره صويا صوص وعليهم معلقتين كبار سراتشا. لو مش متاح ممكن تحطوا الهريسه اللي احنا عملناها مع بعض، انا نزلت لكم فيديو ليها قبل كده. هحط كمان عصره ليمون كبيره. هحط كمان معلقه عسل كبيره، معلقه عسل نحل، واخر حاجه رشه فلفل اسود، كمان ذره ملح بس عشان اعادل الطعم ما بين الحلو والحادق، السويت اند ساور. اقلبهم بقى كده كويس مع بعض. وعندي كمان الاجنحه اتقلت بصوا اتحمرت، ده شكلها خدت لون معايا تحفه. هطلعها بس اصفيها شويه من الزيت عشان ما تبقاش دهونها كتيره. هبتدي بقى احط كده الاجنحه واديها بس كده تقلبتين غلوه واحده عشان الصوص يتطعم بيها، وكده تبقى جهزت معايا للاكل. عايزه اقول لكم الريحه بجد تحفه قلب المكان. ده شكلها النهائي. عايزه اقول لكم بجد تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه. وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بصفات تانية جديده.